اكتشفت موهبتك ازاي؟ موهبة ايه حضرتك؟ تعالي يا ولية. كل اللي والله لايقة. يا مساء الفل، عاملين ايه الاخبار يا جماعه؟ والله وحشتوني، وللاسف ما كانش عندي وقت كفايه ان احنا نعمل فيديوهات، بس كنا بننزل حبه فيديوهات مثلا عن الشقق، معلومات مش عارف ايه الكلام ده كله، فهنقله على القناه التانيه اللي هي بتاعت احمد البيطار، كنت بنزل عليها فيديوهات الاكل، بس عشان خاطر يعني ما نعملش تشتت، يعني الناس مش عايز تسمع معلومات في القناه دي، فالقناه دي خليها ترفيه زي ما هي، والقناه التانيه خليها برضو معلومات على الماشي يعني. بس ثواني كده، شعري ماله عامل كده ليه يا جدعان؟ والله بصراحه مرتين النهارده، في ايه؟ أنا جوزي مصري، هل ممكن يخوني؟ استحاله، من رابع المستحيلات. يعني ايه جوزك من مصر يخونك؟ ايه ده ايه ده إيه ده؟ احنا اشرف من الشرف على فكره. طبعا من رابع المستحيلات يخونك المصري، المصري ما يخونش، المصري فرعون معروفه. ما عندهوش عرق الخيانة. بس عادي، عندنا عرق النسا، مفيش مشكله، عرق النسا ده موجود في كل جسم البني ادمين، كل الناس عندها عرق النسا، عشان بس ما حدش يجي يقول هم ناسفون، لا يا بابا لا. أنت عارفة إيه المستحيلات؟ طبعا المستحيلات 3 أقولهم لك: الغول، العنقاء، الخل الوفي. مين ده؟ ايه الغول ده بتاع ايه ده؟ هو احنا قاعدين من عند شريك؟ ومين العنقاء دي كمان؟ دي ابراج جديده نزلت في السوق. أقول لك الشرح ولا ممكن أنت تبقي عارفة أو تخشي جوجل؟ خشي وتعرفي. لا قول لنا الشرح اللي فتوى يكون قدها. الغول، العنقاء ده طائر كده خنفشاري، الخل الوفي الصديق الوفي. خلي مين يعني مش فاهم حاجه. هو ده نوع من انواع البني ادمين معانا هنا؟ يعني لما اشوف واحد اقول له ده الواد ده عنقاء ابن عنقاء، الواد ده خال ابن خال تقريبا. ايه الاسماء دي؟ المستحيل الرابع: المصري يخون مستحيل. ده رابع مستحيل في الدنيا في الكائنات. حصل كلها اشاعات وحاجات كاذبه. مستحيل المصري يخون نفسه ولا يخونكيش. بس سؤال معلش يا استاذ ياسمين، يعني في حبه بيبقى عليهم فرغه شويه، يعني يروح يبص هنا شويه وهنا شويه، يعني بيدلع نفسه، ايه المشكله؟ دول يصنفوا ايه؟ اكيد مش مصريين، اكيد ده واخد عرق تركي، واخد عرق يوناني، واخد عرق مش عارف من فرنساوي، الكلام ده كله، انما مش مصري. انما المصري الاصيل الجدع مستحيل ان هو يخون. بس يا عم قول ما خلاص يا جدع، في ايه؟ يبيع نفسه ولا يبيعكيش، يجوع نفسه ولا يجوعكيش. حصل. واغلبيه حالات الطلاق اللي موجوده في مصر عشان هي الانثى متعنده، وهي اللي بتصرف مصاريف غلط. يعري نفسه. ما بلاش قله ادب بقى يا استاذ ياسمين بقى، ما بلاش بقى، ما خلاص ايه يعري نفسه بقى ولا يكسيها والكلام ده خلاص، عرفنا والله، عرفنا ان هو بيضحي تضحيات بنت لذينه. ولا يلبسكيش. ايه يعني ايه يعري نفسه ولا هي الاثنين نفس المعنى؟ يعني يعري نفسه ولا يلبس؟ قصدك يلبسها في الحيطه؟ تمام. استغفر الله العظيم، دماغي راحت في مكان تاني. ولا تخرجي قبل ان تقولي ما شاء الله على المصري عشان ما تتحسديش من الناس التانية. وبخري. الحمد لله بخرينا محتاجين نتبخر يا جدعان عشان احنا هنتحسد. واضح ان انت مش مصريه، لانك بتقولي لو جوزي مصري يبقى انت مش مصريه. انا فهمت على طول. ان شاء الله نبيهه ذكيه. احنا كده عند الاهرامات، بس مش لاقي الكلاب اللي بيقولوا عليها، عمال ادور على الكلاب اللي بيقولوا عليها بتطلع الهرم دي. انا واستاذ اسلام اهو، مش لاقيين الكلاب اللي بتطلع الهرم. يا باشا احنا اصحاب السبوبه، بمعنى ايه؟ لقينا حاجه لا مؤاخذه بتجيب فلوس نكلبشها وناخدها. يعني الكلب بقى له 100 سنه مرمي، ما حدش يسال فيه، ولا حد ممكن يكون بيحط له اكل. الاجانب وبتاع صوروا وبتاع، الكلب اتشهر، اكيد الكلب طلع بره. هو الناس قالت لك مش عارف هيدفعوا $100,000 وياخدوه، فاكيد اخدوه يعني ما كانش اتعمل كبده. وبعدين يا حاج، يعني انت سايب الدنيا كلها وراح تتفرج على كلب؟ ما انت عندك كلاب الشارع مرميه. عزيزي الاهبل اللي هيبيض ويتجوز، سالت نفسك قبل ما تبيض يعني ايه جواز؟ طبعا ما سالتش، لانك عبيط وهبل. كفايه شتيمه حضرتك، خش في الموضوع من غير ما تشتمنا. يعني احنا هبل في ايه وعبط في ايه ايه في ايه خير؟ انت ناقص تكتب الدين بالجزمه. خدها بقى نصيحه من واحد 40 متجوز. ومراتك عندها علم بالفيديوهات دي. الجواز عباره عن مصيبه بتاخدها من بيت الناس وتحطها في بيتك. لا ما تقولش كده، لا. وربنا هيتقوم عليك ستات الدنيا كلها، انت حر بقى. دي احلى مصيبه في الدنيا. انا حاسس ان في شد هنا. مصيبه بتاخدها من بيت الناس وتحطها في بيتك. والله سمعنا الفقره اللي فاتت، سمعناها تمام، مش مضطر ان انت تاكد المعلومه حضرتك. بتريح بيت الناس وبتخرب بيتك. عايزنا نعمل ايه دلوقتي؟ طيب عايزنا نعمل ايه؟ نقوم ننتحر؟ نشرب فينيك؟ طيب في ايه يا جدع؟ ما خلاص عرفنا والله. ركز في الكلام يا اهبل، ركز عشان مصلحتك. احنا النهارده شتمنا شتايم والله ما شتمتها بقالي اكتر من
10 سنين؟ ايه حضرتك؟ ايه اهبل ايه حضرتك؟ في ايه ما بالراحه. طبعا انا عارفه ان انا في ناس كتير هتنتقدني بعد الكلام اللي انا هقوله دوت، بس انا اخدت خلاص على كلام الناس، ومؤخرا بقيت اعمل اللي يريحني والحاجه اللي هتريحني واللي هبقى شايفه ان هي مريحاني ومش هيشغلني كلام الناس. يعني مبروك نحست يعني. طب دي حاجه كويسه. انا من ساعه ما انا يا جماعه ما عملت عمره انا هديت في حاجات كتير جدا جدا جدا، حسيت ان انا اتغسلت كده غسله من جوه ومن بره. وبعدين الحواجب اللي فوق ديت هي لسه معموله جديده ودي حواجبك الاصليه؟ ورحنا بالروج العمره ولا ما ايه الظروف؟ مش عارف. طب ولما انت عملتي العمره يعني مش واجب عليكي بعد ما ترجعي وبعد ما اتغسلتي الغسله النظيفه المحترمه تكوني تغطي شعرك، ولا ده مش موجود عندك في غسلات العمرات؟ ممكن بقى بعد الحج نغطي الشعر. في الاول في الاخر ده ابو عيالي، والناس بقى اللي لسه اللي بتقول ترند ماشي قشطه اللي انتوا شايفينه، والناس اللي شايفه ان هو مش ترند على عيني وعلى راسي. في تلك الاحوال الناس كلها هتفضل تتكلم وهتتكلم، بس انا في الاول في الاخر هعمل الحاجه اللي تبقى مريحاني. ما تعملي اللي يريحك، ولا احنا مال اللي خلفونا؟ احنا مالنا؟ مش فاهم يعني بتدخلينا ليه في حياتك الشخصيه؟ ما انتوا ناس غريبه جدا. عايزين تتطلقوا ما تولعوا، عايزين ترجعوا ما تولعوا، يرجعوا قصدي. احنا مالنا؟ انا مش فاهم. اما انتوا عالم غريبه صحيح. يعني تفتكري مثلا في حد هيجي يقول لك ابوس ايدك ما ترجعيش؟ ما ترجعي ولا تولعي ولا تعملي، احنا مالنا؟ سؤال بقى يا دكتور، ايه اغرب شخصيه جات لك عشان تعالجها وتعاملت معاها ازاي؟ اغرب مرض جالك؟ هي في متلازمات نفسيه غريبه شويه. يعني مثلا عندنا متلازمه نفسيه اسمها متلازمه توريت. ايه متلازمه توريت دي؟ احنا بنسميها متلازمه قله الادب. ليه؟ الله، يعني توليت نفسه قليل الادب؟ ما هو مسمي نفسه توليت. انا بقراه توليت، ماليش دعوه بتوليت. لا، اسمه توليت يا اما تولت. تبقى اللي هو مين؟ اللي هو فين؟ يعني في واحد بس دوسي على الزرار شتيمه، سيل من الشتيمه المتواصله. ده المصريين. حصل. ايوه مظبوط صحيح. المصري بس انت بص دوس له على طرف وحياه ابوك بس اعمل له كده وانت ماشي. بس هو اساسا مش روحه هنا ولا عاد ولا هنا كمان. روحه وصلت لحد هنا اهو. فاهم؟ هو مش فيش مكان تطلع منها غير ودنه بقى. فاغمز له بس وانت ماشي اسمع. وكمان يبتدي هو ده مرض؟ احد انا فاكره ده العادي. ده العادي في مصر، انما بره في امريكا والدول المتخلفه ده مش عادي. طبعا مش عادي، مستحيل يكون عادي. وبعدين ما احنا لسه مشتومين ورا، والراجل لسه شاتمنا بيقول لك يا عبيط يهبل، ومع ذلك ما اتكلمناش، اعتبرناها عادي يعني. لا احد في اوروبا والدول المتقدمه بيعتبروه مرض. اوكي حلو ان هو يقعد يشتم على طول وتلاقي لا عندنا ده متلازمات. الناس بتنزل دي الاستباحه في بعض الاحيان. ولغه جسد واشارات صوابع وايد ووش وسحب زفير من الانف ويطلع اخراج صوت بشكل معين. فاهمه دي متلازمه توريت. والله فاهماها يا دكتور. فاهمه قصدك، خلاص كده بلاش. انت ما تقولش بعد كده ملازمه توليت والحاجات ديت، بعد اذنك سميها متلازمه المصريين بس يا غالي. هي وصلت. وبعدين شكرا جدا للاحراج. متشكرين يا ست المذيع. شكرا يا دكتور. وطالعين تهزقونا على اخر الزمن. العصفوره دي جايه من شجر الجوافه، فسبحان الله تشم ريحتها تلاقيها كأنها جوافايه وطعمها طعم الجوافه. طب ما تاكل جوافه وتسيب العصفوره عايشه يعني، هو اذى وخلاص. موسم المانجا تلاقي طعمها مانجا، اسال الراجل ده زبون عندي. تاكل عصافير؟ اكلت عصافير قبل كده؟ من زمان ومن صغره زبون. من صغره زبونك. وراجل راجل اول مره تقريبا يجي او واقف عشان خاطر الكاميرا بتصور، يعني راجل تقريبا مش عارفك. قول لي انت طعم العصافير عامل ايه معاك؟ بلاش، انا ما باكلش العصافير خالص. هم كذبونك ازاي يا حاج؟ كذاب. ما تاكلش العصافير خالص؟ ما باكلهاش خالص والله. تمام ماشي شكرا. طيب الراجل اللي هو زبونك طلع ما بياكلش العصافير خالص؟ واجب دلوقتي. سيبه دلوقتي، هو مركز في التقليد. بعد اذنك امشي دلوقتي وتعالى كمان شويه. انا اتعرض عليا سلسله مطاعم في كندا، قلت لهم لا انا ابن مصر وبحب مصر. انا والله لا اقف في الشارع وابيع عصافير عشان انا ابن مصر وبعشق تراب مصر. كندا طلبوني بالاسم عشان اعمل لهم حبه الكناري دول، لا رفضت طبعا. انت لو رحت كندا وفرشت فرشه في الشارع ولا عملت الحاجات دي جريمه بالنسبه لهم. الكلام ده جريمه. بص على طول. عصافير بالليه. هي العصفور عندها ليه؟ عندها زلموكه. ولا انت بتجيب لقيت الخروف بطنها هتتقلب على الفاضي صح؟ طب ليه؟ تعالي يا وليه. كل اللي
والله لايقه. معلش عشان للاسف ماليش في الشاي، بس فهوريك الاستاذ يحيى الفخراني وهو بياكل الجوافه. هو استاذ يحيى الفخراني كان بياكلها بودانه ولا بمناخيره؟ ما كان بياكلها عادي عادي. ورينا يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. مستحيل مستحيل. ده انت فنان ابن فنان، ده انت معجون يا اخي فن. لا 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 لا, لا. حد كان مصدق الكلام ده يا جدعان؟ رهيب. بس ممكن يعني ما تعملش اي فنان في الحمام بعد اذنك، يعني هي مش ناقصه. بعد الجواز والراجل كده راجع من شغله ويكلمك يقول لك ها عامله ايه يا حبيبتي، ما يقصدش ان هو بيطمن عليكي وكده وتقولي له الحمد لله، لا ردي عليه قولي له انا عامله غدا كذا كذا كذا، هو يقصد الغدا. طب بعد اذنك يعني يسيب الحاجات دي مفاجاه بعد اذنك، يعني مش تروحي تبلغي لهم الاسرار بتاعتنا. وبعدين يعني ايه المشكله لما تقول الحمد لله بعد كده يقول لها عامله ايه؟ هتقول الحمد لله تاني تبقى فيها مشكله في الذكاء. مش وقته. بتاع البلح بتاعنا بتاع سيوه، فانا بحب البلح. انا بحب افطر ب7 بلحات الصبح، لان النبي عليه الصلاه والسلام وصى ده، قال لك من اصطبح ب7 تمرات لم يمسه سحر ابدا. اصطبح؟ هو مكتوب من اصطبح يا ابن وفي 3 وشوش، اكيد دي شتيمه من يعني 6 7 8 حروف. ما هو كل وش بقى عد العيون والمناخير، او مجموعه شتايم بقى ايه متمثله في الكور دي. اصطبح انت بتلف سجاره كتكم نيله، مش حافظ الاحاديث. اخرس اسكت. لما تلاقوا شخص بيتخانق معاكم كتير، ده مش دليل على انه بيحبكم، ده دليل على ان النسخه اللي موجوده دلوقتي واللي هو شايفها هي مش عاجباه. هو عايزك بشكل معين زي ما بيتمنى في خياله. خدوا بالكم من الموضوع ده. الكلام ده اكيد في العلاقات. ما هو لو واحد طبيعي ماشي في الشارع وبص له عايز يتخانق هفرتك اللي جابوه، هو ماله مال شكلي عايزه مش عارف ايه بتاع. الكلام ده في العلاقات يا جماعه، في العلاقات. لو مراتك مش بتقوم تعمل لك فطار الصبح بحجه ان هي نايمه، هقول لك على حركه تعملها هخليها تقوم تعمل لك الفطار على طول. تتجوز واحده روسيه سكه وظهر، تقول كل شويه تقول لها اجيب الروسيه تعمل لي افطار، وهي نايمه ادخل عليها الاوضه واقعد تفتح في الادراج، اقفل الباب بصوت عالي، المهم ادوشها في الاوضه صحيها يعني. طب افرضي نومها تقيل، اكتم نفسها بقى، ملهاش حل تاني. واول ما تصحى اقول لها سوري حبيبتي انا اسف والله. ايه ده؟ طب انت صحيتي؟ طب قومي اعملي فطار بقى. هتقول لي مش قادره تعبانه مكسحه، ساعتها تقوم قايل ايه خلاص اكلم الخدامه الفلبينيه وتقعد تعمل كده بايدك، تيجي تعمل لي الفطار بس في ثانيه الا ثانيه تلاقيها نطت في قبل المطبخ. اليوم بجرب معاكم المشروب التمر الهندي لاول مره. اول شيء خلونا نشوف الرائحه. بسم الله. يا عم انت بقك بايظ ومناخيرك بايظه وكل الحواس عندك رايحه في 60 داهيه. ورينا يا اخي تمر هندي. ها اوف انت شميت ريحه جزمه ولا ايه؟ في ايه يا عم؟ وايه اللي اوف؟ في ريحه من ريحه ولد خالتي. ولد خالتك هيحطوا ريحه تمر هندي؟ نشوف الطعم، الله يستر يا رب. بسم الله. انت شربت جاز ولا ايه؟ ايه دي؟ اقسم بالله يا ناس من اغرب الاطعمه اللي طعمتها في حياتي. وما انت لما بتفطروا في السعوديه بتفطروا على ايه؟ النبيذ، في تمر هندي، كركديه، ميه، تفطر عادي. وفي مشاريب بتتعمل كده ولا بتشربوا جعه؟ ما انا مش فاهم بقى. طعم صلعه واحد ما يحب الاكل. عمرو اديب يعني؟ لا بس عمرو اديب بيهاش. بعدين انت دقت فين الصلعه يا عم؟ دقتها فين؟ انا مش فاهم. النكهه جدا غريبه. ايوه بس مش درجه صلعه واحد، ما انت طلعت مثلا على كتف واحد وانت عامل كده اهوت صلعته يعني. ما فيش كده في الدنيا يعني. توكل على الله، توكل على الله، احنا ماشيين بعلاج والله العظيم. يلا. لا اضحك يعني، مش خلي بالك بيبقى دمك مش حلو انت. مش هضحك. مش هضحك مش هضحك عشان عيال تبلعوا والله العظيم لا قبل كده اصعرف. اللي انت جاي انطر يا ام خالد مش ناقصاك، ربنا ما ناقص قرف. مصمم هدوم من اسكندريه هيقدم لنا فاشون ديزاينر، وهيقدم لنا اهم الديزاينات من وجهه نظره. معلش اسف، هو مين المصمم هدوم؟ انا كنت فاكره اللي قاعد جنبك ده مصمم معارك يدويه، حاجات بالانف، مصمم على رايه. انما مصمم فاشون فين؟ الفاشون فين ده؟ هو وعدنا وحلف انه هيقدم حاجه مختلفه. معانا ومعاكم الفاشون ديزاينر محمد الخواجه. حمو الخواجه ست الكل. لا ده مصمم على البانجو. قال لك حمو الخواجه ست الكل. عفوا حمو الخواجه.
لا بيعملها كده اهو، اللي هو ظبوطي بدل ما هو جيب وشك 4/4. اكتشفت موهبتك ازاي؟ موهبة ايه حضرتك؟ واحد بيلبس بنطلون وقميص، شكرا. مفيش موهبة في كده، زي ما انا قمت لبست الهودي دوت شكرا. ايه الموهبة في كده؟ انا مش فاهم. والله العظيم انا كنت جايب مكنه خياطه كده على قدي، كنت فاتح دكان يعني، كنت بقيف لبسها وبقيف بناطيل. بيقيف لبسها؟ كان بينافس كوتونيل. لا موهبة فعلا. لبسها وبناطيل وتيشيرتات وبتاع. ايه البتاع ده بقى؟ وبعدين يا عم المذيع ما تخرس بقى، اخرس بدل ما يقوم يفصل لك لباس، انت حر. المهم كنت بقفزهم. الشغل هنا اكلت معايا، العيال قالوا لي انت ينفع تبقى براند. مين اللي قال لك كده؟ ما كان قالت لك كده؟ قالت لك انت تنفع تبقى براند؟ ومن هنا واشرف الخلق الحمد لله اشهر براند في مصر وفي اسكندريه تم. هو انت مخترع زارة ولا ايه؟ ايه البراند المشهور بتاعك اسمه ايه؟ ما سمعتش انا عن حمو قلت له حمو ليه؟ ما شفتش انا على الاسم ده خالص. يعني هم اللي شجعوني برضه عيال جيتي فاهم، واحنا واقفين على يمه كده شويه. عيال ايه؟ عيال جدي مين؟ جدك؟ عيال جدك يعني عمامك المفروض صح؟ وعماتك عيال جدي؟ ايه الكائن ده؟ خدها يا عمنا، الشغله بتقول على 2 3 وانت بتطقم وبتلبس فاهم؟ لا مش فاهمين حاجه ومتغمس. هنا الشغله جت معايا انا بقى. انا بقى اضطريت ان انا نعمل براند لنفس اختي فاهمه؟ انت درست ايه؟ انا خريج حقوق اسكندريه، كنت هتعين 3 سنين دكتور اسنان، بس الشغل يعني اتكعبلت معايا يعني، واشتغلت في مجال الهدوم ده. هو فعلا اللي بيتخرج من حقوق بيشتغل دكتور اسنان عادي. ايه المشكله يعني يا جدعان؟ يعني مش فاهم، انتوا بتهزروا ولا بتتكلموا بجد ولا ايه بالظبط؟ انا مش فاهم. ده طالع على انهي قناه ديت بالله عليكم يا جدعان؟ عشان انا مش شايف اي ملامح لام دي قناه. طب قول لي يا حمو معلش، ايه انت مش حرام باللي انت لابسه والاكسسوارز اللي انت لابسه ده مش كتير شويه؟ لا بص انا هفوت لك دي علشان دوت طقم التي في. طقم ايه؟ التي في ده انت ملعون ابو اللي طلعكوا في التي في انتوا التلات. ايه القرف ده؟ ايه ده؟ بس كده يا جدعان، ده اللي وصلنا له لحد النهارده. واشوفكم على خير في فيديو جديد، ومش هنغيب صدقوني، المره دي مش هنغيب. سلام.